يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح العسل، يا صباح كل حاجة حلوة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد معاكم مشتريات السوق، الخضار. النهاردة زي ما انتم شايفين معايا كده نزلت جبت القوطة. انا عايزة اقول لكم ان فعلا الواحدة لازم تبتدي ان هي تفرز، عشان خاطر ان احنا لسه مدخلناش على رمضان، والاسعار كل يوم عمالة تزيد وتعلى. النهاردة القوطة كانت في السوق بتبتدي من 8 من 10 ل15 وهكذا. النهاردة زي ما انتم شايفين معايا كده حبيت اعمل معاكم فيديو مشتريات الخضار من السوق، واقول لكم كل حاجة بالاسعار بتاعتها. بس قبل ما نبتدي الفيديو حابة بس اقول لكم على كام حاجة. مش اي حاجة تلاقيها قدامك تفرزيها وخلاص، لا، لازم تفرزي الحاجة اللي انتي تحتاجيها، او معنى صح الاحتياجات اللي انت هتستخدمها في البيت بتاعك. مش معنى ان انتي بتشوفي فيديوهات كتير تفريزات يبقى انتي تفرزي كده وخلاص. الكلام ده طبعا لكل واحدة طبعا بتتفرج عليا وكده. طبعا كلكم كده على راسي ومشرفيني كده ومنوريني. يا رب كده الفيديوهات بتاعتي تعجبكم بإذن الله، والعيلة بتاعتنا تكبر ان شاء الله. زي ما انتم شايفين معايا كده انا نزلت السوق، رحت بقى جبت قوطة. جبت 4 كيلو، جبتها من ام 8 جنيه. الفرق بينها وبين ام 10 ان ام 8 كانت لسه صفرة شوية. طبعا انا اول ما جبتها حطيتها في صينية وسبتها بره التلاجة يوم بالظبط، وبقت حمرة دم زي ما انتم شايفين كده. تمام تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والشنطة اللي جنبها كنت جايبة بطاطس. البطاطس عندنا تبتدي برضك من 8 و10 و12. طبعا جبت برضك ام 8 ليه؟ عشان دي هتنفع معايا تحمير، وهتنفع معايا سليق، وهتنفع معايا طبيخ. دي البطاطس اللي هي الرملية. جبت بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، جبت 6 كيلو. تمام. هنا كنت زي ما انتم شايفين معايا جبت فلفل احمر، عشان ان شاء الله نعمل الشتيتة معاكم برضو باذن الله. المهم قبل ما تكملي الفيديو ما تنسنيش اللايك امانة عليكي. انا امنتك عشان خاطر ان اللايك بتاعكم بيخلي الفيديو بتاعي يترفع وناس تانية تشوفه كده. وهنا جبت ليمون. انا عايزه اقول لكم الليمون غالي اول يومين دول، مش عارفه ليه. ب25 جنيه الليمون. الفلفل الكيلو ب20، جبت كيلو عشان ان شاء الله نعمل هريسة فلفل. والبصل كان ب12 وكان ب10. انا جبت البصل من ابو 10، جبت 3 كيلو. طبعا هفرز معاكم، هعمل لكم بقى فيديو تفريزات. انتظروا ان شاء الله الفيديوهات الجايه باذن الله. وهعمل معاكم برضو فيديو السوبر ماركت. تمام. والمشتريات اللي اشتريناها برضو من السوبر ماركت. اللهم صل على النبي. في حاجة كنت هنا برضو زي ما انتم شايفين معايا جبت كيلو جزر. الجزر كان ب10 وب12، جبت من ب10. جبت كيلو عشان خاطر ان انا جايبة بسلة. البسلة دلوقتي في السوق ب25 وب20. هنا كنت جايبة ملوخية برضك. الملوخية كانت ب30 يا بنات، مش عارفة غالية اوي ليه كده. في حاجة حابة اقول لكم عليها. كمثلا المنطقة اللي انت فيها، مثلا لو في سوق مثلا وفي مثلا محل مثلا بيبقى فيه كل بتاع الخضار، رأيي ليكي ان انت تسيبي مثلا محل الخضار وتروحي السوق، عشان السوق بيبقى الحاجة ارخص. ومعنى اصح في حاجات تانية بتبقى انت ناسياها، فلما بتخشي السوق نفسه بتفتكري الحاجة اللي انت عاوزاها والخضار اللي انت محتاجاه، الكلام ده كله. تمام. زي ما انتم شايفين معايا هنا انا كنت جايبة 2 كيلو ملوخية، عشان خاطر ان احنا بنحبها وكده، فحابة ان انا افرزها وكده. وان شاء الله يعني تبقى طبق كده جنب الاكل. انتوا عارفين في رمضان الاكلات اللي هي الملوخيه لسان عصفور بتبقى يعني زي وجبه رئيسيه جنب الاكل. الليمون انا كنت جايبه كيلو. الكيلو كان ب25. تمام. البسله كانت ب25 الكيلو، جبت 2 كيلو. طبعا كان في خضار تاني في السوق كتير وكده، بس انا جبت الحاجات اللي احنا بمعنى صح بناكلها. يعني مثلا في حاجات تانية في السوق كتير قوي ما جبتهاش عشان خاطر ان احنا برضو مش بناكلها. هنا برضو جبت فلفل اخضر عشان ان شاء الله اعمل لكم هريسة شطة حلوة. الشطيطة بقى بتنفع في اي حاجة، وتبقى بس بطرمانات، يعني معنى صح بتملي البيت بتاعك خير. تمام. ربنا يا رب يهل عليكم كده شهر رمضان بالخير والبركة. وطبعا يعني وكل اخواتي طبعا اللي دخلوا القناة جداد نورتوني وشرفتوني. يا رب كده القناة تعجبكم بإذن الله. هنا برضو جبت سبانخ. حابة اقول لكم على حاجة، لما تيجي تعملي سبانخ حطي معاها اللي هي الكزبرة اللي هي الخضراء. تمام. او الكزبرة اللي هي الناشفة. عايزة اقول لكم السبانخ دي اللي هي البلدي. تمام. البلدي بتبقى مسكرة يا بنات. دي كانت واحدة بقدونس انا كنت جايباها، بس طبعا مش هحط معاها بقدونس. اه بصوا زي ما انتم شايفين معايا كده. السبانخ طبعا بتبقى حلوة، ويا سلام بقى لو على شوربة لحمة بتبقى أحلى وأحلى. طبعا ربنا يا رب يرزقكم كده يا رب ويرزقنا
وكل اللي في نفسه في حاجة ان شاء الله ربنا ان شاء الله ينولها له بإذن الله. هنا برضو زي ما انتم شايفين معايا هنا طبعا السمبوسة ملكة السفرة. عايزة اقول لكم يعني انتظروا ان شاء الله كده الفيديوهات الجاية. هعمل معاكم برضو الكوبيبة. مين يا جماعة بيحب الكوبيبة؟ هنا بقى زي ما انتم شايفين معايا طبعا انا كان يعني حبيت ان انا اقول لكم الاسعار وفاتكم تمام. واللي لسه ما فرزتش الحقي بسرعه روحي فرزي الخضار بتاعك، وبالذات لو انت لان احنا ده خلاص داخلين على المدارس وداخلين على الدروس، وطبعا يعني بصوا كله داخل ورا بعض، مدرسه ودروس وامتحانات ومش عارفه مش عارفه والله في ايه بجد. كل سنه وانتم طيبين. هنا جبت زيت خل كانت بكام؟ كانت ب 18 جنيه يعتبر. وهنا جبت سمنه كريستال اللي هي الصفرة دي 2 كيلو كانت ب 160 جنيه. عايزه اقول لكم دي في السوبر ماركت لقيتها ب 200 وب 220. عايزه اقول لكم السوق ساعات بيبقى فيه حاجات لقطه وبتبقى فيه حاجات رخيصه. تمام. يا رب كده الفيديوهات بتاعتي تعجبكم باذن الله، وان شاء الله كده تطلعوا من الفيديو تكونوا مستفيدين باذن الله حتى لو بحاجه بسيطه. هنا برضو زي ما انتم شايفين معايا جبت كيلو رز لان انا كنت لسه مرحتش السوبر ماركت، فقلت دوت يعني ينفعني الفتره دي لحد ما اروح السوبر ماركت وكده. وهنا جبت كركديه برضو. عايزه اقول لكم ما تمنعوش الحاجات دي من البيت لان الحاجات دي بتنفع. وهنا جبت ربع فاصوليا كان ب15، وجبت ربع لوبيا برضو كان ب18 باين، وده كان ربع عدس. يعني انتوا عارفين البقوليات برضو بتنفع في البيت وكده. وطبعا انتوا عارفين طبعا كل واحدة بتتفرج عليا ربنا يعني يبارك لكم كده في اولادكم، ويبارك لكم كده في عيشتكم، ويبارك لنا كده يا رب في حياتنا بإذن الله. ان البيت دايما بيبقى عاوز دايما طلبات يعني معروفة، ودايما ست البيت الشاطرة هي اللي بتعرف يعني بتعرف تدبر نفسها في في الحياة الصعبة اللي احنا عايشينها ديت. تمام تمام. وهنا جبت كيسين ملح، كيس الملح كان ب5 جنيه زي ما انتم شايفين معايا كده. فقلت بقى اشارك معاكم الفيديو النهاردة وتشوفوا كده يعني الاسعار. وطبعا كل منطقة بتختلف من سعر لسعر، مش معنى ان الحاجة تبقى ارخص جنيه او 2 جنيه تبقى الحاجة وحشة، لا. بيبقى مثلا يعني كمثلا زي القوطة مثلا لو انت بس هتفرزها في فريزر ليه اروح اجيب كيلو ب12 جنيه؟ طب ما لو ب8 جنيه الفرق ان هي بدي ودي ان هي ديت حمرا شوية ودي بس مش حمرا. طب ما انا اشتري مثلا الصفرة وكده كده هتحمر عندي. زي ما انتم شايفين معايا برضو البصل انا جايبه البصل اللي هو الكبير عشان خاطر ده بيتفرز وكده. وهنا البطاطس زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا انتوا عارفين طبعا البطاطس الرمليه ديت بتبقى حلوه في كل الاستخدامات، وطبعا بيبقى ليها فتره وبيبقى بعد كده بيبقى يعني في 100 نوع فاهمني. وهنا الفلفل الاحمر زي ما انتم شايفين. يا رب الفيديو كده يعجبكم وينول اعجابكم، وانتظروني كده الفيديوهات الجايه باذن الله. بس انا محتاجه يعني دعمكم وكلمه حلوه منكم، والكلمه الطيبه صدقه. تمام. وهنا القطه زي ما انتم شايفين معايا اهو، سبتها بالظبط يوم واحد بس لقيتها يعني احمرت زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بقى يعني ايه لازم بقى نفرز بقى وكده ان شاء الله. انتظروا بقى الفيديوهات الجايه. انا هنا قصدت اوريكم ان الصفرة بصوا كانت صفرة عن كده، وبصوا احمرت في خلال يوم بالظبط احمرت زي ما انتم شايفين معايا كده. يا رب كده كل اللي في نفسه في حاجه ربنا ان شاء الله يحققها له، وباذن الله كده كل اللي نفسه في حاجه يجيبها باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين. هنا نسيت اقول لكم ان انا جبت نص كيلو جبنه قريش. عايزه اقول لكم الجبنه القريش احسن بكتير قوي من الجبن التانية اللي هي المعلبه. النص كيلو كان ب40، الكيلو كان ب80. تمام. بس الصراحه يعني مفيده عن الجبن اللي هي التانية. يعني حاولوا انتوا يعني ايه تربوا اولادكم يعني الحاجات اللي احنا اتربينا عليها زمان فاهميني. وهنا كانت السبانخ. بصوا ورقتها اللي هي الورقة خضرا بصوا حلوة ازاي. دي كده اللي هي البلدي ماشي، عشان بيبقى فيه اللي هي التانية دي ما بتبقاش اللي هي بتبقى طويلة، ورقتها طويلة دي ما بتبقاش بلدي. ماشي حبايبي. عاوزاكم بقى تنتظروا الفترة الجاية ان شاء الله الفيديو الجاي مش عارفة او الفيديو اللي بعده اخد لكم بقى جولة في السوبر ماركت، واوريكم بقى الاجواء في السوبر ماركت عاملة ازاي، واقول لكم بقى كل حاجة بالاسعار عاملة ازاي. تمام. انتوا عارفين طبعا ان بسم الله ما شاء الله طالما رمضان داخل علينا يبقى لازم ان احنا نفرز ونخزن الحاجة من دلوقتي علشان خاطر لما رمضان بيجي كمثلا الحاجة دلوقتي مثلا بجنيه او ب2 جنيه في رمضان بتبقى ب10 جنيه. تمام. يعني اقول لكم مثال بسيط. انا مثلا الكلام ده من 3 ايام كنت جبت فراخ وكده تمام، فسألت الراجل قلت له الكيلو بكام؟ قال الكيلو ب100. تمام تمام. امبارح يعني بين اليوم اللي انا اشتريت فيه وبعدها بيومين بسأله كيلو الفراخ بكام؟ قال لي الكيلو ب125.
يعني شايفين في خلال يومين بالظبط الفراخ زادت 25 جنيه. وطبعا لسه ما دخلناش في رمضان، يعني لما نخش في رمضان بقى هتبقى الاسعار بكام؟ فاهمني؟ فعشان كده احنا ليه بنقول فرزوا فرزوا؟ عشان خاطر كده ان طبعا اي ست طبعا بتبقى عايزه توفر في بيتها وعايزه تدبر، وطبعا يعني ربنا يعني يا رب كل واحد على المسؤوليه اللي هو شايلها. انتظروا بقى الفيديو الجاي باذن الله، تفريزات. عامل لكم فيديو حلو قوي برضك للتفريزات، واعمل لكم بقى جوله حلوه. وعاوزاكم برضك تنتظروا مشتريات رمضان، زينة رمضان، انا مش ناسيها. اشوفكم على خير فيديو جديد، مع الف سلامه.